الامتنان في زمن الوفرة. في قصة صارت معي من فترة خلتني قاعدة عم بفكر قد ايه نحن في اشياء كتير ما بتيجي ببالنا. كنت قاعدة بيوم من الايام مع بابا وكان عم بياكل فروت سلطة فواكه، كان عم بياكلها بطريقة كثير بتشهي. فأنا سألته أنت ليه هيك مبسوط يعني؟ فقال لي بتعرفي كل لقمة أنا باكلها بقعد بقول الحمد لله رب العالمين على النعمة اللي أنت أعطيتني إياها، بشكر رب العالمين على كل طعم فاكهة بيدخل على جسمي، وبشوف قد ايه إنه رب العالمين عاطيني من الصحة إنه هو يقدر يخليني آكل هاي الأشياء رغم إنه هو مريض سكري. فلذلك هذا اليوم كنت حاسة بإني أنا قد ايه عندي نعم مش قادرة أحس فيها ولا قادرة إني أنا أعبر عنها. وبعد هيك قال لي كلمة، قال لي اللي ما بيشكر رب العالمين بالأشياء الصغيرة من شربة المي أو من فاكهة بياكلها أو حتى قبل ما ينام عمره ما بيوصل إنه هو يمتن وعمره ما بيتطور ولا رب العالمين بيعطيه أي إشي زيادة. وفي مرة من المرات كنت داخلة على مكان مكتوب عليه ولا إن شكرتم لأزيدنكم، فوقفت وطلعت بابا وقلت له شو معناها؟ قام قال لي كل ما انت شكرتي رب العالمين على الاشياء الصغيره كل ما رب العالمين انعم عليكي اكثر واكثر باشياء كبيره. فنحن لازم نشوف نعم رب العالمين علينا باشيائنا الصغيره، بمجرد ما انه نحن نصحى من النوم وعنا يوم جديد وحياه جديده وامل في يوم جديد نعيشه بطريقه احلى. وكل ما كان امتناننا وشكرنا لرب العالمين اكبر واقوى كل ما الدنيا هاي اعطتنا اكثر واكثر. ومن هون رح نقول عصرنا الحالي بخلينا نحس انه كل شيء صار متوفر بدون اي قيمه، بكبسه بيكون كل شيء عنا، باي شيء بدنا اياه بنلاقيه بسهوله. اليوم شاشات في كل مكان، موبايلات في كل مكان، العاب في كل مكان، بطل في قيمه للاشياء زي ما كانت زمان. لو رجعنا بمخيلتنا لايام زمان لما كنا يجي العيد كنا نقعد نخبي اغراض العيد قبل ما ننام وننيمها جنبنا لنحس بقيمتها وقد ايه نحن فرحانين فيها. اليوم لو طفل كسر لعبه بعدها بساعات قليله ممكن يكون صار عنده البديل. نحن هون في سؤال مهم جدا، كيف نعلم اولادنا الامتنان بظل كل الاشياء اللي موجوده حوالينا؟ اول الخطوات انه نعلم الاطفال انه الامتنان بيبدأ بالأشياء اللي موجودة عنا، إنه نحن نشكر رب العالمين على الموجود والمتوفر، إنه نحس بقيمة الأشياء. يعني نبدأ بإنه لما ماما تعمل أكل في البيت نشكرها على تعبها وعلى إنه هي عملت لنا أكل وبذلت مجهود. من هون نحن رح نعلم الأطفال إنه ماما بذلت مجهود لا تأكلنا. نخلي من أولادنا إنه هم يساعدونا، يعني نعطيهم تاسك بتسبورت العمر تبعهم أو بتتماشى مع أعمارهم، بحيث لما يتعب الشخص بحس بقيمة الأشياء. أما بالنسبة للنقطة الثانية التوقف للحظة لشكر بسيط. في الدين المسيحي في آية بتقول اشكروه في كل شيء فهذه مشيئة الله. فهون معناه إنه نحن لازم نشكر رب العالمين في كل شيء حوالينا بكل نعمه، نشكره إنه نحن صاحيين ببيئة آمنة، إنه عنا أم وأب، إنه نحن قادرين ننام في بلد ما فيها حرب. وآخر نقطة هي إنه نحن لازم نخلي الشكر مصحوب بالعمل. في الدين الإسلامي في آية بالقرآن بتقول اعملوا آل داوود شكرا. يبقى هون طلب رب العالمين إنه الناس تعبده بإنه هي تشكره. إزاي؟ كيف؟ إنه أنت مثلا تعلم أولادك إنه هم لما يكون معاهم فلوس يتصدقوا، هذا هو العمل بالشكر. لما يكون عنده لعبة جديدة ولعبة قديمة ممكن تعلمه إنه هو يتبرع باللعبة القديمة، ولو بدك الأحسن والأحسن تعلمه إنه هو يشتري لعبة جديدة زي اللعبة اللي عنده ويعطيها لحد محتاجها، لأنه نحن لازم نعطي ونتصدق من أشياء نحن بنحبها مش الأشياء اللي نحن ما بنحتاجها. المبادئ هاي فيها إحسان، كل ما علمنا أولادنا على الإحسان كل ما رب العالمين بارك فيهم وزادهم وأعطاهم المقدرة إن هم لما يكبروا يكونوا قدوة حسنة للأجيال اللي جاي بعدهم. من أهم النقاط اللي أنا بحب إني أكد عليها إنه الإنسان لازم لما يعمل الأشياء يعملها وهو مقتنع فيها بنفسه، لأنه الأطفال ما بيتعلموا بالكلام، الأطفال بيتعلموا بالقدوة. يعني لو الأم والأب كانوا بيتعاملوا بالامتنان في حياتهم فتأكدوا 100% إنه أطفالهم رح يطلعوا ممتنين. بس لما نلاقي الأب عصبي متذمر من شغله راجع مضغوط مش قادر يعطيهم وقت وبيقول لهم لأولاده لازم تكونوا ممتنين، فتأكدوا 100% إنه هذا ما رح يصير. لما الأم ما تحس إنه رب العالمين لما أنعم عليها بالأولاد إنه هو أعطاها نعمة تحافظ عليها وطول الوقت متذمرة وزعلانة وبتتشكى إنه هي مش قادرة تلحق على البيت والتنظيف،
كيف الأولاد بدهم يتعلموا الامتنان. فعشان تعلموا أولادكم الامتنان كونوا قدوة لهم، وامتنوا واشكروا رب العالمين إنه أنعم عليكم بهي الأطفال لتقدروا تنقلوا لهم أشياء كويسة وتربوهم تربية فيما بعد يذكروكم ويترحموا عليكم بعد مماتكم. خليكم معنا دائما خطوة بخطوة لنقدر نوصلكم ونوصل أولادكم لبر الأمان ونحافظ على الأمانة اللي رب العالمين أعطانا إياها.